بقى النهارده هعرفك تركات تطلع معاكي احلى صينيه بطاطس بالفراخ. ريحتها هتجيب اخر الشارع. بصوا الفراخ دايبه ازاي ولحمها ابيض عشان انا عامله لها تركات حلوه قوي، والبطاطس طعمها رهيب ومستويه تحفه جدا جدا. وعملت كمان رز بشعريه مفلفل وجميل جدا مع المخلل اللفت. وصفه كامله اهي. لا عايزه تعرفي الطريقه والتفاصيل وتركاتي وتركات ماما في صينيه البطاطس بالفراخ، كملي باقي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خاتم المرسلين. النهارده هعمل معاكم طريقه صينيه البطاطس بس بتركايه حلوه قوي. صينيه البطاطس مشهوره بقى في العيله كلها، فهم لو شافوا الفيديو هيعرفوا السر بتاع ماما، فمش مشكله، ما فيش مشكله. معايا هنا بطاطس، اي وزن انتوا عايزينه، اي كميه، بس اهم حاجه عندي ان البطاطس تبقى بالسمك كده، شايفين، عشان تستحمل معانا السوا مع الفراخ. بصوا السمك عامل ازاي، انا مش عايزاه غير كده. تمام. معايا هنا بصلايه محترمه كده حلوه. معايا هنا كيلو طماطم. الكميه اللي انا عاملاها دي كيلو بطاطس. انتوا عايزين تضاعفوا الكميه مفيش مشكله. طماطم. معايا فلفل اخضر والوان واحمر، اللي عندكم حطوه، لو عندكم فلفل اخضر بس مفيش مشكله. معايا هنا توم. معايا هنا بقى البهارات بتاعت صينيه البطاطس. معايا هنا ملح، كزبره، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات. تمام. هقول لكم بقى على التركيه بتاعت ماما كده. اول حاجه احنا بنجيب البصلايه، بندعكها بقى بشويه فلفل اسود، وهو ده السر. هنا بقى حطيت نص البهارات بتاعتنا، وهقول لكم هنعمل ايه بالنص التاني. اهم حاجه بقى الدعكه الحلوه الجميله دي، يعني نفرك كده البصلايه مع البهارات عشان تتطعم وتدينا طعم حلو قوي. تمام كده. بصوا اهي البصلايه اتشبعت من كل البهارات. هاجي هنا بقى على البطاطس، هاخد نص الكميه دي هنزل بيها على البطاطس، وهنزل برضو بنص كميه الفلفل، والنص التاني هنزل بيه على البصل زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم هنعمل ايه بالجزء ده. هقلب هنا بقى المكونات كده زي ما انتم شايفين، ونص كميه الثوم برضه هنزل بيها. هندعك كل المكونات دي كده ونسيبهم على جنب. الجزء التاني ده بقى هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. شايفين الجزء ده هضربه مع الطماطم في الخلاط عشان لما انزل بيه على الفراخ تطعم بطعم البطاطس. تمام. هضرب كل ده في الخلاط اهو، القوطه في الخلاط. بصوا هنزل عليها بالفلفل اللي احنا دعكناه، هو البصل والثوم. بصوا اهي بكل البهارات. هنديها بقى ضربتين، هنحط بس شويه ميه في الخلاط علشان ايه، يلف معانا بسرعه. هنا خلاص بعد ما الطماطم اتضربت، بصوا هصفيها بقى بس وانا بحطها على البطاطس والفراخ. كده البطاطس جاهزه، الطماطم جاهزه. نيجي بقى عند الفراخ. معايا هنا فرخه انا بقطعها نصين زي ما انتم شايفين كده من الظهر. انا متبلاها قبلها بساعتين كده ببصل وفلفل اسود وطماطمايه وقرن فلفل، بتبلها 7 ساعتين كده، بتدي طعم حلو قوي قوي. تمام. هديها كده صدمه كده على النار واسيبها يعني تستوي كده في ميتها لمده ربع ساعه بس، مش اكتر من كده. هنا في الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها هحط معلقه سمنه بلدي او اي سمنه اللي عندك متوفر. هنزل بقى بالفرخه دي على كده. اللي عايز يقطعها يقطعها، انا بحبها تبقى مفروده كده زي الفراشه كده. تمام. هديها صدمه على الوش ده وصدمه على الوش التاني، واغطي عليها اسيبها ربع ساعه بالظبط. وشايفين الميه اللي نزلت من التتبيله، هي دي اللي انا هديها تستوي فيها ربع ساعه مش اكتر من كده. بص اول ما خدت لون على الوش دوت قلبت على الوش التاني. انا بديها صدمه هنا ويعني 3/4 التسويه او ربع التسويه علشان خاطر حاجه واحده بس، ان الفرخه معايا بسم الله ما شاء الله كبيره. لو الفرخه معاكي صغيره في ناس بتحب تديها صدمه بس وتنزل بيها على البطاطس، بس انا عشان الفرخه معايا ما شاء الله كبيره فهديها يعني نص تسويه بالظبط. تمام. اول ما بتاخد لون من الناحيه التانيه بنزل عليها زي ما قلت لك بالميه دي كده اهي، واغطي عليها واسيبها مثلا ماكسيمم ربع ساعه بالظبط ان شاء الله، وهنزل بيها بقى على صينيه البطاطس.
هنا بعد ما صفيت الطماطم هنزل بقى بباقي البهارات اللي انا كنت سايباها على جنب واقلبها. انا ما رضيتش احطها في الاول لان انا بصفي الطماطم فبيتشال عارفين اللي هو القشر، فانا مش عايزه اخسر حاجه من البهارات، فخليتها بعد ما صفيتها خالص وهقلبها وخليها على جنب. في نفس الصينيه اللي احنا عملنا فيها الفرخه مش هنغسلها ولا اي حاجه، في نفس القدام اللي نازل منها هنزل بقى بالبطاطس واقلبها مع القدام ده كويس قوي، بيديها طعم حلو جدا جدا. بعد ما بتقلبها بقى تقليبه حلوه هنزل بقى بالفرخه الاموره الحلوه دي اهي، بس عشان سخنه اهي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى باي بهاريز نازل منها، شايفين عامله ازاي. هنزل بقى بصلصه الطماطم اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، بس كده هنزل كده حلوه تحفه خلاص كده. بعد ما ظبطناها بصوا الشكل والريحه تحفه تحفه، وهي لسه ما استوتش اصلا يعني. هنزل عليها بقى معلقه سمنه كده اهي، واحطها على النار 10 دقايق بس يا دوبك تاخد غلوتين، وهدخلها على الفرن. وهي على النار هغطي عليها عشان البطاطس تستوي كويس. تمام، سيبها تاخد غلوتين وبعد كده هحطها في الفرن. وهي خلاص خدت معانا غلوتين، هدخلها على الفرن بقى واسيبها لما البطاطس تستوي والفراخ وشها يحمر. الرز بقى زيت على معلقه سمنه، واحمر بقى الشعريه. احنا قلنا قبل كده ان لو كوبايتين رز هياخدوا كوبايه شعريه، يعني الشعريه بتبقى نص الرز. بعد ما الشعريه وصلت للون الذهبي هنزل عليها بالرز المصري المغسول كويس. هنقلب فيه بس دقيقتين كده 3 تشويحه كده عشان خاطر الرز ضايه تتغلف من الماده الدهنيه وما يطلعش معجن معانا. هنا بقى هنزل بكوبايه شوربه وهزود باقي الكميه ميه. هنا لكل كوبايه رز بلدي مصري هتحط كوبايه رز عليها كوبايه ميه. اللي عايز يسقيه شوربه خالص مفيش مشكله، بس انا مش بحب احط شوربه خالص عشان خاطر الرزايه ما تغمقش. تمام، هنزل بالملح. ظبطي الملح بتاعك بقى، واول ما يغلي هنوطي عليه ونسيبه تلت ساعه بالظبط على نار هاديه جدا يستوي. بخطوه اول ما يتشرب، لو انت عندك رز باقي عندك في الثلاجه معمول هتحطيه على وش الرز دوت وتسيبيه زي ما هو، هيستوي وياخد راحته خالص وهيطلع كانه لسه معمول. وخلاص بصوا صينيه البطاطس تحفه، ريحتها قلب البيت كله. بصوا البطاطس معايا، عايزه اوريكم ان هي مستويه ودايبه اهي. بصوا حلوه قوي قوي قوي، والفراخ كمان بصوا دايبه جدا. تحفه تحفه والله يا جماعه، جربوا الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. وادي الرز ده مفلفل وجميل تحفه يا جماعه. الاكله دي جربوا الطريقه دي بجد لصينيه البطاطس حلوه قوي قوي، هتعجبكم هتعتمدوها ان شاء الله. لو عجبتكم الطريقه بتاعتي في صينيه البطاطس بالفراخ احلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.